السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في الفيديو اللي فات شفنا مع بعض الأسباب ديال الملكية اللي كتجي من وقائع مادية، وشرحنا 3 ديال الأنواع بالتفصيل. واللي ما شافش داك الفيديو يرجع ليه باش يفهم معنا التسلسل مزيان. ودابا في هذا الفيديو غادي نشوفوا 3 ديال الأسباب جداد، ولكن هاد المرة كتكون راجعة لتصرفات قانونية. يعني غادي نشرحوا كل سبب بطريقة بسيطة ومرفوقة بأمثلة من الواقع باش أي واحد يفهم. كيف كتلاحظوا المبحث الثاني أسباب الراجعة إلى التصرف القانوني، يعني السبب الأول المغارسة، والسبب الثاني عقد الهبة، والسبب الثالث الصدقة. يعني هادو هما 3 ديال الأسباب اللي خصنا نعرفوهم. السبب الأول المغارسة. مفهوم المغارسة هي واحد العقد كتكون فيه فائدة للطرفين، مول الأرض كيربح واللي يخدم الأرض كيربح، بشرط الشجر يكبر ويعطي الثمار. بحال مول الأرض كيعطي هذاك الشخص الأرض باش يغرس فيها الشجر، الزيتون ولا الرمان، وهو اللي كيتكلف بالمصاريف كلها بحال الغرس السقي إلى غير ذلك. وفاش يكبر الشجر ويولي كيعطي الثمار، يعني وصل لمرحلة الإنتاج، داك الشخص اللي خدم الأرض كيولي عنده الحق يا إما في واحد الجزء من الأرض، يا إما في واحد الجزء من الشجر، أو هما بجوج. وهكا كيكون الغارس خدم ومول الأرض ربح حتى هو بلا ما يصرف. هذا هو المفهوم ديال المغارسة. دابا نمشيو نشوفو شروط المغارسة. الشرط الأول هو تحديد مدة الغرس. فهاد الشرط القانون كيحدد لنا المدة اللي خاص الغارس يخدم فيها الشجر، وخصها تكون معقولة، ماشي قصيرة بزاف وماشي طويلة بزاف، وخصها توافق الوقت اللي الشجر كيبدا يعطي الثمر، لا أقل لا أكثر. وهذا الشيء مفروض بالقانون وما يمكنش نتفقوا على شي حاجة مخالفة. ثاني شرط هو أن يكون الجزء الذي سيأخذه الغارس معلوم. أن الجزء اللي غادي ياخدو الغارس خاصو يكون معلوم وواضح من الأول. يعني مول الأرض خاصو يحدد واش غادي يعطيه النصف ولا الثلث ولا الربع، ماشي يقول ليه صافي خدم ومنين يطعم الشجر نشوفو شنو نعطيك. هاد الطريقة فيها غموض وكتظلم الغارس. وحنا في العقود خاصنا الوضوح والنية الصافية. علاش؟ حيت داك الجزء اللي غادي ياخدو الغارس راه هو المقابل ديال الخدمة ديالو، بحال الأجرة، وخاص يكون واضح باش العقد يبقى قانوني ومقبول. ودائما في هاد العقود بحال المغارسة خاص كل شيء يكون محدد من الأول، يعني المدة والشروط والجزاء. الشرط الثالث أن يشمل جزء المغارسة الذي سيأخذه الغارس الأرض والشجر. المقصود بها هو أنه فاش الشجر كيولي قادر يعطي الثمار، يعني وصل لمرحلة الإطعام، الغارس كيولي عنده حق في الأرض والشجر. يعني هو فاش بدا يخدم الأرض ويزرع كان كياخد جزء من الإنتاج، ولكن من بعد ما الشجر كيبدا يتمر كيتقسم الحق بينه وبين صاحب الأرض حسب النسبة اللي اتفقوا عليها في عقد المغارسة. يعني الأرض والشجر كيوليو ملك مشترك بين صاحب الأرض والغارس، وكل واحد كياخد حصته حسب الاتفاق اللي داروه بيناتهم في العقد. الشرط الرابع هو تحرير عقد المغارسة في محرر رسمي. هو أن عقد المغارسة من العقود الشكلية، يعني أنه لازم يكون مكتوب في وثيقة رسمية باش يكون ليه قوة قانونية. ماشي أي عقد مغارسة كافي، خصو يكون رسمي في محرر، يعني يكتبوه عند موثق أو في محكمة باش يكون معترف به قانونيا. فهذا العقد خاص يتحدد فيه شنو النوع ديال الشجر اللي غادي يزرعوه، يعني واش غادي يكون شجر الزيتون ولا ليمون أو لا غيره. بالإضافة إلى ذلك خاص تكون مذكورة الحصة ديال الغارس في الأرض والشجر، يعني شحال من نسبة غادي ياخدها من الإنتاج ديال الأشجار.
هاد التفاصيل كلها ضرورية باش ما يكونش أي لبس في المستقبل بين مول الأرض والغارس. فإلا ما كانش العقد رسمي وموثق كيكون من الصعب إثبات الحقوق ديال كل طرف في حالة ما وقع شي مشكل في المستقبل. الشرط الخامس أن يكون الشجر المغروس مما يمكث سنين. معناها أن الشجر اللي كيتم زراعته في المغارسة خصو يكون شجر كيبقى لمدة طويلة، بحال الزيتون، التفاح والنخل. هاد الأنواع ديال الأشجار كتعيش سنوات طويلة وتعطي ثمار على مر السنين، وهذا الشيء علاش كيتم تحديدها في عقد المغارسة. أما بالنسبة للزرع والبقل اللي كيكون زرع موسمي بحال الفول، الحمص أو الخضرة اللي كتزرع مرة واحدة وكتجمع، فهاد الأنواع ما كتدخلش في المغارسة لأنهم ما كيعيشوش لسنوات طويلة وما كيقدروش يوفروا نفس نوع الملكية المشتركة بين مول الأرض والغارس اللي كيتم في المغارسة. الشرط السادس أن يعين نوع الشجر المراد غرسه وعدده المادة 268 والمادة 270. إذا كان عدد الأشجار أقل من الثلثين، يعني إذا كان الغارس زرع عدد قليل من الأشجار مقارنة بالعدد اللي اتفقوا عليه، مثلا إذا كان الاتفاق على 100 شجرة ولكن الغارس زرع فقط غير 60 شجرة، فهاد الحالة الغارس ما غاديش يقدر ياخد الحصة الكاملة اللي كان المفروض ياخدها، اللي هي جزء من الثمار. فالمالك عنده خيارين، يا إما يستمر في العقد يا إما يوقف العقد. يعني إلا استمر في العقد غادي يكمل العقد مع الغارس رغم النقص، ولكن الحصة ديال الغارس غادي تكون أقل من اللي اتفقوا عليه. أما إلى توقف العقد فصاحب الأرض يمكن ليه يقرر إنهاء العقد مع الغارس ويعطيه تعويض إذا كانت الأسباب. إذا كان النقص أكثر من الثلثين، مثلا كان الاتفاق على 100 شجرة ولكن الغارس زرع فقط 30 شجرة أو أقل، يعني الغارس فشل في مهمة كبيرة، في هذه الحالة العقد كيتعتبر ملغى وما كيبقاش صالح، يعني ما يمكنش يتم تنفيذ العقد كما تم الاتفاق عليه. في هذه الحالة الغارس يقدر يطالب بالتعويض، وإذا قبل صاحب الملك بالعقد يعني مول الأرض ما كانش عنده مشكل مع النقص، وهذا التعديل كيعني أن العقد تغير وكيكون فيه قبول من صاحب الأرض على النقص. وهكا غادي نكون وصلنا لنهاية الشرح ديال الشروط المغارسة اللي هي السبب الأول من أسباب الملكية اللي كترجع لتصرف قانوني. في هذا الفيديو تناولنا التعريف ديال المغارسة والشروط ديالها. هاد الشروط كلها مرتبطة بتنظيم العلاقة بين مول الأرض والغارس في العقد، بحيث كتكون الأمور واضحة بين الطرفين في كل شيء: المدة، الحصص، نوع الشجر وكيفية تقسيم الأرض والشجر. وهذه شروط أساسية باش العقد يكون قانوني وصحيح. وفي الفيديو الجاي إن شاء الله غادي ننتقل للسبب الثاني من الأسباب الملكية اللي هو السبب الهبة والسبب الصدقة، وغادي ندمجهم في فيديو واحد. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح ديالي، ولا عجبكم ما تنسوش تبارطاجيوه مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا، والدعم ديالكم هو اللي غادي يساعدني باش نكمل معاكم. وبالقريب ان شاء الله قربت نسالي هذه الماده ديال الحقوق العينيه، ومن بعد غادي نبدا لكم ماده علم الاجرام. الى اللقاء.